لكن للاسف بيكون الخنزير الوحش استعاد قوته ووقع بيرني على الارض، وساعتها فقد السكينه وبقى بدون سلاح. بيرني كان متضايق جدا وبدأ ان هو يضرب الوحش بكل قوته، لكن للاسف كل ده ما كانش كفايه لمواجهه المخلوق الضخم، وساعتها الوحش طعنه بانيابه ورمى على الجدار وضربه كذا مره. واخيرا بيرني باخر قوه عنده وقف ومسك حديده وبدأ ان هو يهاجم الوحش من تاني، بس اتزحلق ووقع تحت المخلوق. الوحش ثبت بيرني بمخالبه وخلاه مش قادر يتحرك. كانت ديبي وإل بالرغم من انهم هربوا ولكنهم كانوا لسه ضايعين وكانوا ميتين من الجوع، وعلشان يتجنبوا هجوم المخلوق اشعلوا نار حوالين منهم علشان تحميهم، وعملوا كمان كام شعلة بالقماش علشان يبعدوا الخنزير لما يظهر. لكن وقتها ديبي شافت الخنزير وكان بقه مليان بدم انسان. ديبي وإل كانوا مرعوبين جدا وكانوا بيرتجفوا من الخوف، وللاسف النار اللي كانوا ماسكينها مش بتخوف الوحش ولكنها جذبت انتباهه اكتر. الوحش كان متضايق جدا وكان بيهاجم إل، وفي لحظة حياة او موت ما كانش قدامهم اي حاجة غير انهم يضربوا الوحش على راسه علشان يسيبه، لكن ده مش بيأثر فيه تماما. ولما كانوا خلاص على وشك الموت ظهر ضوء فجأة من مسافة جذب انتباه الوحش وادالهم فرصة ان هم يهربوا، وظهرت شاحنة صغيرة نزلت من منحدر وخبطت الوحش.